شهيب أرد مايا قومي كل زمان ناشكي وداني طوب زمان ناشكي وداني طوب زمان كسنا بكل دمبلن كسنا بكل دمبلن كل جندبن جندبن تتاكبي على قرآن جندبن تتاكبي على قرآن هم قردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کل جندبن جندبن تتاکبی آلا قرآن جندبن تتاکبی آلا قرآن هم قردن مریاوتی مثلبین دیمان و پالیمان هر نشتمان دیمان و پالیمان کرد و کردستان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کل جندبن جندبن تتاکبی آلا قرآن جندبن تتاکبی آلا قرآن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کل جندبن جندبن تتاکبی آلا قرآن جندبن تتاکبی آلا قرآن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيت تي في الأكارم. نعلم جيدا أحبائي الأفاضل أن الصحافة والإعلام ليست مهنة أو حرفة ثقافية فقط، وإنما نواة لبناء الإنسان والمجتمعات والأوطان الحرة الكريمة، وهي السلطة الرابعة أو الأولى كما يصفها البريطانيون، لأنها تنتخب الملكة، والملكة هي رأس السلطة العليا في البلاد. فهل ذلك حالها ودورها في عالمنا الشرقي عامة، وفي بلدنا سوريا تحديدا، وخاصة بعد ثورتها القصيرة لتدخل لأزمتها الراهنة أو لحالتها الكارثية التي دفعنا فيها أغلى الأثمان من الآلام وما زلنا. كل ذلك وغيرها من مواضيع المأساة السورية سنناقشها مع ضيفينا العزيزين الزميلة الإعلامية مزن مرشد. مساء الخير أستاذة مزن، نورتينا. مساء النور، يا هلا يا هلا، مساء النور. والأستاذ الصحفي عمر كوجري، أهلا وسهلا، نورتونا أستاذ عمر. الصوت كانه أهلا وسهلا، نورتونا أستاذ عمر. تسلم أستاذ سليمان، كل الشكر وتحية للزميلة مزن مرشد. الله يخليك، شكرا لك، تحية لحضرتك. مشاهدينا الكرام، طبعا لابد من لمحة صغيرة عن ضيوفنا أو ضيفينا العزيزين. الزميلة الإعلامية مزن مرشد حاصلة على ليسانس قسم الصحافة في جامعة دمشق، وناشطة سياسية ودبلوم عالي في الصحافة المرئية والمسموعة من مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وناشطة سياسية وحقوقية منذ عام 2000، وكانت عضوة بالمكتب السياسي لتيار الغد برئاسة الشيخ أحمد الجربة. مرة أخرى أهلا وسهلا بك أستاذة مزن. الأستاذ عمر كوجري هو نقيب صحفي كردستان سوريا ورئيس تحرير جريدة كردستان التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، والذي هو أحد أعضائها، كما إنه كاتب بعدة الجرائد والمجلات العربية والكردية، وهو حاصل على دبلوم عالي باللغة العربية من جامعة دمشق. مرة أخرى أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أهلا بك يا أستاذ سليمان.
أشكرك. سؤالنا الأول للزميلة العزيزة مازن: هل استطاعت الصحافة والإعلام السوري القيام بدوره الحرفي والوطني، وخاصة في مواكبة الأزمة وتحديدا في محاربة مصادرة السيادة الوطنية من قبل الدول الجارة والعالمية الكبرى، ودعم بعضها كتركيا للقوى التكفيرية الإرهابية وإيران التي تشكل مع روسيا العمود الفقري لديمومة سلطة العصابة الأسدية؟ أعتقد أنه حضرتك أعطيت الجواب في قلب السؤال. الحقيقة السؤال جدا جدا مهم. للأسف الشديد الصحافة السورية في البداية كانت صحافة مسيطر عليها من قبل حكومة البعث. حرية الرأي أو حرية التعبير نحن كلنا بنعرف أنه كنا عم نناضل من أجلها في سوريا، وهي أحد الأسباب اللي قامت الثورة مشانها. فالصحافة كانت هي رهينة الدولة، رهينة البعث، وكانوا الصحفيين يلي شوية يخرجوا عن الخط، فكان ممنوع يكتبوا بالسياسة، ممنوع يكتبوا مقالات الرأي. ولهيك كنا نشوف أنه الرأي هو واحد. يعني دائما الصحافة السورية بصحفها الشهيرة الثلاثة تشرين، البعث، الثورة، كانت هي نسخة مكررة عن نفسها يعني دائما. اجينا للثورة، للأسف الشديد بالثورة لم يتم الاستعانة بالصحفيين المهنيين، بالصحفيين اللي هن لهم تاريخ بالصحافة السورية، واللي هن خرجوا مع الثورة وكانوا مع الثورة منذ يومها الأول، ولكن للأسف الشديد ما تم الاستعانة فيهم أو ما تم الاعتماد عليهم. يلي صار أنه صار في عنا قنوات صحفية خدمت الثورة أو سميت بين قوسين سميت إعلام ثوري، لكنها أيضا كانت موجهة، للأسف كانت موجهة من قوى دولية، وكانت موجهة من قوى عربية، وكانت مخدمة. يعني دائما كان في عنا أنا ما بدي أذكر أسماء لحتى ما أوقع بشرك ماني حابة أذكر أي اسم وسيلة إعلامية، ولكن كل هاي الوسائل ما كان فيها حرية تعبير كاملة للصحفي السوري، وكانت موجهة. يعني في كان عندنا صحفي مثلا صحافة معروفة هي مدعومة من المكان الفلاني، من الدولة الفلانية، فأنت بدك تراعي هذا الخط يلي هي عم تكتب فيه. وسيلة أخرى مدعومة من دولة أخرى، وبالتالي كانت الصحافة الثورة أو الصحافة الثورية كانت دائما صحافة ذات هدف، وما كانت حرة أبدا، ما كانت حرة بالمطلق، كانت عم تخدم أجندات الممول، كانت تخدم أجندات الممول فعلا. تحديدا هاي النقطة، بس هاي عن الصحفي. لماذا الصحفيين ألم يوجد صحفيين يعني وطنيين أحرار لكي كل الصحفيين الذين كل الصحفيين بدون استثناء، الصحفي الذي اتخذ موقفه مع الثورة منذ اليوم الأول هو صحفي وطني، وهو صحفي شريف. ولكن بالنهاية الصحفي إنسان يحتاج العيش، إنسان رب أسرة. الصحفي يعني بالنهاية هو يؤدي عمل، ويجب أن يأخذ أجر على هذا العمل. فاللي نحن شفنا أنه الصحفيين يلي هن فعلا خليني أقول معلش راسهم كبير، يلي ما بيرضوا يكتبوا كما يحب الممول، هن بيقعدوا بدون شغل. وبالتالي الصحفي يجب أن يعمل، هناك لقمة عيش. وأنا لا ألوم أبدا، لا ألوم أبدا، الصحفي يستطيع أن يلعب على الخطوط، يعني بيقدر يعطي رأيه، وبنفس الوقت يرضي الجهة يلي عم يشتغل فيها، ولكن لا يكون حر بالمعنى الحقيقي للكلمة. وهذا بالنهاية هو عم يؤدي عمل، هذا العمل يسعى من خلاله لكسب مادي، لأنه هو بالنهاية إنسان، هاي لقمة عيشه. ما بيعرف الصحفي، ما عنده مهنة أخرى، ما عنده دخل آخر، ما عنده صنعة ثانية يقدر يعيش منها. وبالتالي كان مضطر الصحفي إنه يواكب أو يتلائم مع هاي البيئة يلي فرضت عليه إنه يكتب حسب أجندات. ولكن وين دور الصحافة والإعلام التي قلنا تعتبر نواة لبناء الإنسان والمجتمعات والأوطان الحرة؟ وين هذا الدور؟ سيدي الكريم، الدور وقد منذ بداية المجلس الوطني السوري وفيما بعد الائتلاف. هيدول اللي كنا نعول عليهم انه هن كان لازم يستعينوا بالصحفيين ذوي الخبرة. للأسف استعانوا بالناشطين
واستعانوا بالهواة، واستعانوا بأشخاص، ما الكل طبعا، ما أبدا ما عم عمم، استعانوا بأشخاص قادرين يفرضوا عليهم رأيهم. اكتبوا هيك ولا تكتبوا هيك. أو الأشخاص القابلين لأن يكونوا أبواقا مرتزقة يعني للأجندات الممولة. يعني لا، ما بريد اني اكون بهالفجاجه، ولكن نوعا ما نعم. أستاذ عمر كوشري، أين نعم. الصحافة الكردية من الأزمة السورية تحديدا يعني، أو ما حتى ما قبل الأزمة منذ استلام الناصريين والحكم القومي العروبي وثم البعثيين الشوفينيين، لماذا لم نرى صوت الصحافة والصحفيين في نقل آلام ومأساة الشعب الكردي في سوريا، ثم في أثناء الثورة أو ما سمي بالثورة؟ لماذا لم نرى هناك صحافة حرة؟ دائما مثل ما تفضلت الزميلة مثلا خضعت أيضا للأجندات الحزبية. نعم نعم. تحياتي لك وللزميل مزن. بصراحة يعني الحديث في هذا الموضوع حديث محزن وذو شجون. أنا بس بدي أحكي شغلة صغيرة. أنا من 2013 لهلا، يعني من 7 سنوات بعد ما خروجي من دمشق إلى الشتات والمهاجر، لم أتحدث العربية إلا قليلا جدا. أتمنى أن تسعفني الذاكرة والعقل الباطني كي أنجح في هذه المقابلة باللغة العربية، وأتمنى أن أنجح في ذلك. سنأتي إلى سؤال حضرتك أستاذ سليمان. حقيقة يعني منذ العهد الناصري، منذ عهد حزب البعث أو احتلال حزب البعث للحكم في سوريا بالانقلاب منذ 1962 وإلى الآن، وقبلها أيضا جميع الحكومات في سوريا كانت تتوجه إلى محاربة الكرد على الصعيد الإعلامي بصورة كبيرة، على جميع الصعود طبعا، على جميع، يعني كل شيء كردي كان في سوريا ممنوع. التحزب ممنوع، السياسة ممنوعة، حتى استملاك عقار في فترة ما كان مشكلة كبيرة. فعلى مستوى الإعلام الدراسة يعني في كلية الصحافة ممنوعة، والدراسة في كلية الصحافة ممنوعة أيضا. بالضبط. يعني مثلا أنا لا نعم لا فيما كان بعد معنا زملاء أكراد في قسم الصحافة. نعم. أيام ما كان نعم. قسم، ما كان كلية إعلام. نعم. كان مثلا عندنا أنا زملاء أكراد، بحيون من نعم. بركم، ولليوم هن الأصدقاء يعني. نعم. مثلا انا بال 1986 انا فتت على الجامعه، كنت حابب افوت على الصحافه، كان لازم اكون بعثي يعني طبعا اول سنه طالع اول صايره كليه الاعلام بجامعه دمشق. فانا رحت راجعتهم، قالوا لي اذا ما انت مو بعثي ما بحق لك تفوت على قلت له انا مو بعثي بس انا سوري. قال هالشيء ما تغير هذا الشيء فيما فما بعد، تغير. نحن نعم دخلنا على الكلية ب ممكن 93، كانت قسم صحافة ب 93، كان عندنا زملاء أكراد وكانوا متفوقين الحقيقة وشاطرين. ممكن ايه فيما بعد في بعض الزملاء اللي فاتوا على كلية الإعلام ما كان هالشيء ضروري او اجباري انه تكون بعثي. اصحاب اصوات يعني. نعم. فاللي بصراحه ما كان في اخ سليمان، ما كان في اعلاميين كرد يعني على مستوى سوريا اكاديميين، الا كما تفضلت الزميله مزن، الا مؤخرا يعني فاتوا على كليه الاعلام. فمعظم اللي اشتغلوا بالحقل الاعلامي من الكرد في سوريا كانوا يعني يعني انبنوا على ارضيه غير اكاديميه، ولهذا كانت الجرائد باعتبار ممنوعه، ما كان في قانون اعلام نظامي في سوريا، ما كان في صحف وجرائد رسميه. فهالشيء يعني ساعد على انه يكون الوضع الاعلامي فيما يخص الصحافه الكرديه متجهه الى صحافه حزبيه ضيقه وبالغه السوء للاسف. يعني كانت انا المنشورات السياسيه مو جرائد حتى يعني، الا في السنوات العشر الاخيره شوي الوضع تغير، يعني الامور تغيرت نحو الافضل. اما قبل ما كان في شيء اسمه صحافه كرديه
ولهذا مواكبه يعني مثلا نحن كان في عندنا بعض الاحزاب كانت الصحافه الكرديه محصوره في في الاحزاب، يعني الاحزاب كانت تصدر من نشراتها السياسيه اللي ما كان فيها يعني حتى اللي يديروها يعني شباب ويعني غير مهنيين في الحقل الاعلامي الصحافي، ولهذا كان ما كان في شيء اسمه هويه صحفيه كرديه سوريه ان صحت التسميه. تمام. استاذه مازن، نعود اليك. لسنوات الازمه او ما سمي بالبدايه الكم شهر الاولانيه 6 شهور كانت اسمها الثوره. يعني برايك كاعلاميه، الاعلاميين يعني نكرر دائما كما يقول البريطانيون نواه لبناء الانسان والمجتمعات الحره. لماذا لم يواكب الاعلام الحاله الثوريه لكي يحافظ على ديمومه الثوره وعدم تحولها الى ازمه؟ يعني شو كان اول شيء انا من الناس يلي ما زلت اراها ثوره. قد اكون حالمه زياده عن اللزوم، بس انا ما زلت اراها ثوره. في اخطاء، في ناس كانوا مثل فيروسات بهي الثوره، تسليح الثوره، اسلمت الثوره، هذا اشياء اساءت جدا للثوره. الثورة عفوا الثورة أستاذ مازن، الثورة هناك قيادة لها، من القيادة الثورية الآن لشعبنا السوري؟ معلش ما بدي أدخل بهي التفاصيل، خلينا بالإعلام. لا الإعلام هاي جزء من الإعلام. الإعلام يعني بده يوضح لشعبنا. هي ثورتنا كانت ثورة شعبية، كانت ثورة شعبية، ما كان فيه إلا قائد. وهي الثورة الحقيقية اللي هي ثورة بدون قائد. يعني هذا أنا كمواطن سوري اسمحي لي هنا، أنا كمواطن سوري بدي ألتحق بالثورة، بدي أطلع مع مين، أخاطب مين، ما بدي أعرف مين قيادتي، مين اللي بده يقودني، كيف بدي أشارك بهذه الثورة، كيف تطور. الآن إذا لم نقل الكل 99% ما بتعتبر نفسك مشارك بالثورة؟ أنا قصدي تحديدا إذا لم نقل الكل، ف 99% مثل الانتخابات العربية فاصلة 99% أصبحوا مرتزقة متعاملين مع هذه الدولة. للأسف هناك دول كانت حريصة على مساعدة بشار الأسد ولو كانت تظهر بمظهر الصديق للشعب السوري. برأيي هاي الدول هي اللي حولت اليوم الثائرين السوريين لمرتزقة، وأصبحت تصدرهم لبؤر الصراع بالعالم العربي والعالم بشكل عام، لحتى يكونوا هن مقاتلين بالأجر. هلا الائتلاف الوطني السوري، قوى الائتلاف وهيئة التنسيق، هل تمثلك أو تمثلني؟ أعتقد لا، وهم الإطارين الرئيسيين. يعني خلينا بالإعلام أستاذ سليمان. لا هي الإعلام توضيح الأشياء. الإعلام هو الموجه تماما. يعني خلينا نكون واقعيين. الإعلام هو الموجه. برجع للقصة الأولى. للأسف الشديد رغم أنه في أموال دفعت بالثورة السورية، أموال طائلة دفعت بالثورة السورية، ولكن للأسف لم توظف هذه الأموال بطريقة تخدم الثورة أو تخدم الإعلام الثوري. كانت هي الأموال عم تتوجه لإعلام، ما بدي أقول أسماء مواقع معينة، أنا حريصة جدا ما تزلقوني اليوم بأي اسم. في مواقع كان لها توجه إسلامي بحت. في مواقع كانت مدعومة من قبل الإخوان. في مواقع من الإسلام إخواني تحديدا، إخواني لا في إخوان وفي تكفيريين متشددين. هيدول الاثنين دعموا. يعني الإعلام تبعهم كان إعلام ناجح، وكان إعلام قوي، وكان إعلام عم بيبث بالثورة، عم بيضخ للعالم أخبار كرست صورة الثورة الإسلامية في أذهان أوروبا مثلا وأذهان الغرب. للأسف الشديد ما كان في إعلام ثوري أعطى قيادة رأي حقيقي للعالم، لأنه يقول إنه هاي الثورة حقيقتها كذا كذا كذا، وما يحصل في سوريا هو كذا كذا. للأسف الشديد اليوم الإعلام يلي كان موجه الإسلامي أعطى فكرة واضحة جدا للغرب إنه هاي الثورة ثورة إسلامية على نظام علماني، في حين إنه كلنا يعرف إنه بشار الأسد وقبله أبوه هو من أطلق
معاهد الأسد لحفظ القرآن الكريم، أغلقت المسارح، أغلقت المنابر الثقافية، أغلقت السينمات. السينما صار الواحد يخشى يفوت على السينما لأنه صارت بؤرة لأوساخ يعني. ما عاد حدا يعني ضلت السينما الوحيدة. خليني بس كمل هالفكرة. وفيما بعد يعني ما عاد في حركة ثقافية بسوريا، ما عاد في حركة فنية بسوريا، وكثرت وانتشرت معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم. بداية الثورة يلي صار السجناء السياسيين، سجناء الرأي من أكراد وسوريين ويساريين ووسط، أطلق سراح المتشددين بشار الأسد، منهم يعني أكراد وسوريين. قلتي جملة أكراد وسوريين، هل الأكراد مو سوريين؟ قلتي الأكراد وسوريين، هل الأكراد مو سوريين؟ عفوا، قصدي عرب وأكراد. عرب وأكراد. لذلك شوفي، هي أنا جبت ذكرت النقطة إنه نحن تشبعنا بثقافة إلغاء الآخر. يعني أنا هلا كيف بدي أعتبر حالي؟ أنت قلتي أنا ثوري، وكيف بدي أنا أكون بالثورة ولا زال القيادة الثورية ترفض تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية؟ كيف بدي أغير هويتي عين سين؟ يعني عين سين عقدة بالنسبة لي، عقدة مشكلة يعني. ما هي اللي بتقرر؟ وأنا عندي وجهة نظر كتير خاصة بما يخص العروبة. أنا بقول نحن كلنا شعب واحد، ما في شيء اسمه عربي وفي شيء اسمه كردي. هاي القوميات لا أعترف فيها. نحن أبناء أرض واحدة وكلنا خليط، لا يوجد قومية صافية، نحن خليط. إذا أنت في دولة أوروبية عايشة، والنظام اللي موجود نظام فيدرالي، هل تؤيدين أن شكل الدولة السورية يجب أن يكون فيدرالي؟ نعم. أنا كشخص أؤيد الفيدرالية وأؤيد والاتحادية إذا بتحب، ولكن للأسف الشديد واحدة الاتحادية ترجمة عربية للفيدرالية. المفهوم السياسي. سنعود إليك بعد ما نسأل نفس السؤال الأستاذ عمر. أستاذ عمر، هل ما زلت أنت تعتبر سوريا في حالة الثورة أم في حالة الأزمة أو المأساة أو الكارثة؟ نعم، أنا لا أنظر إلى موضوع الثورة كما مثلا تنظر إليها حضرتك. بصراحة أنا أقرب إلى الزميلة مزن من ناحية التسمية، إن صحت التسمية. فهي يعني الثورة فلنقل أنها لم تتحقق في تقريب أهدافها في الوقت المأمول، ولكن أعتبر أني لا أعتبر الأخطاء التي حدثت وتحدث الآن يمكن أن تعمل عملية توحيش أو تجريم للثوار السوريين. الثورة السورية قائمة، وهناك ثوار سوريون عظماء، وهناك مئات الآلاف من السوريين في الشتات كلهم وفي المعتقلات الرهيبة للنظام السوري. هؤلاء يعني نوجه لهم التحية، وهؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات وفي الساحات العامة وينهم أستاذ عمر؟ وينهم؟ أستاذ سليمان، أنت بدك تكون حيادي هيك، أنت عم تعطي رأي ورأي كثير واضح. لا أنا قمة الحيادية يعني عم بقول، بس وينهم؟ لازم نوجه يعني عليهم. لازم بالعكس، لازم شعبنا يعرفهم. يعني هناك الغالبية الصامتة في سوريا لازم يعرفهم. يعني تفضل أستاذ عمر. يعني فيما يخص انه مثلا انه انا اخبرك وينهم الى هذه اللحظه الناس. يعني الثوره خرجت عن مسارها، وكما لمحت الزميله مزن انها يعني تأسلمت ودخلت الدول الاقليميه، ويعني كل المجتمع الدولي فات على سوريا مشان يخربط الوضع، ومشان بشكل او باخر يحافظ على النظام في دمشق او في المهاجرين يعني بصراحه. ولهذا يعني ولكن ان نقول ان حاليا الوضع في سوريا ليست ثوره، او انها تتجه الى الاجرام، او ان الذين يقومون، يعني انا لا اقصد يعني او انا لا احدد في كلامي او في تسميتي هؤلاء الذين يعني قاموا باعمال اجراميه، او او قاموا باعمال ارتزاق لصالح تركيا او غيرها، سواء في ليبيا او في ارمينيا او في اي مكان من العالم. هؤلاء مرتزقه، وهؤلاء مجرمون حرب،
ويعني يمتثلون للنقود التي تعطى لهم. المعنى أن الثورة السورية إن عاجلا أم آجلا ستنجح، ويعني قدر هذه الثورة أن تنجح، ولكن بعد يعني كل الدنيا أصبحوا ضد الشعب، ضد السوريين، ولهذا من الصعب جدا، يعني كان من الصعب على السوريين أن ينجحوا وأن ينتصروا في ثورتهم. استاذ عمر، انت حكيت عن الثوره والكهرباء انقطعت، وكما ان الثوره في الحاله السوريه انقطعت وقفت عن مسارها وتحولت الى ازمه. كلنا استاذه مثلا سنعود اليك، نامل ان تكون الثوره، ونعرف ان الثوره بحاجه الى ثورات اخرى استاذه مازن. نعم بالضبط. ولكن غايه هذا البرنامج هو بالحوار، نكون صريحين مع شعبنا، نهدي. هناك غالبيه صامته لم تتحرك لحد هذه اللحظه بعد عقد من الزمن. يعني الثورة يجب أن تكون لها قيادة تريد فعلا تكون جامعة، ولكن قيادتنا الآن الموجودة، أنا أعرف في سوريا كثار وأحييهم، وأعرف في السجون وفي غالبية شعبنا عنده روح سورية، ولكن لماذا لم أرى قيادة تقود هذه الثورة إلى النجاح؟ نحن الآن فقدنا كل شيء. السوري لا سيادة وطنية، صار يعني ما في واحد دولة بالعالم. الصومال صار دولة متقدمة، صار الصومالي بيجي على دمشق مرحب فيه أكثر، يعني السوداني، الصيني، الأفغاني، أفغانستان مثلا، يعني صرنا نشاهد سوريا صارت ساحة لكل المعارك، وساحة لكل جرذان وحسالات المجتمع العالمي، صارت تحارب في أرض سوريا وتحت أوامر إيرانية وتركية وغيرها من الدول الكبرى. يعني خلينا نكون واقعيين، الثورة الثورة تحتاج إلى قيادة، يجب أن يعرف شعبنا قيادتها لنتحق بها جميعا. طيب اتركني بس جاوبك على شغله. أنا ماني سياسية ولا أملك قرار سياسي لحتى أقول لك إنه والله فلان هو قائد الثورة ويجب أن يكون فلان قائد الثورة. أنا إنسانة خرجت على النظام منذ عام 2000، معروفة كمعارضة منذ عام 2000. ما كنت بوق لحدا بحياتي، وما كتبت لصالح حدا بحياتي. لا أقصد الشخصنة يا أستاذ. لا أبدا ما شخصني. عم برد عليك بما تقول. أنا معك، الثورة بحاجة لقيادة. طيب بحاجة لقيادة، أين هذه القيادة؟ أنا وأنت عم نتساءل سوا. يعني السؤال ما بيكون موجه إلي، هذا السؤال موجه لنا كلنا كسوريين ثوريين كمعارضين للنظام. أين هي هذه القيادة؟ نحن من الناس يلي أنا من الناس، يعني أنا كشخص ما بخون أحد إطلاقا، ما بحط حدا بخانة التخوين، ودائما بكون مبادرة. ولا نحن خوننا. لا عم بحكي عن نفسي أستاذ سليمان، وبكون دائما حاطة النية الجيدة، وأبدا ماني حاطة نية سيئة بأي شيء. لما قام المؤتمر الوطني الأول يلي هو انبثق عنه المجلس الوطني، الحقيقة تأملنا خيرا، لكن بعد فترة قريبة لاحظنا أنه المجلس ما كان عم يعمل شيء. طلع الائتلاف، أيضا تأملنا خيرا، والناس رفضت الائتلاف، فيما بعد قبلوا الائتلاف. صارت مباحثات جنيف، تأملنا خيرا، في ناس خونوا من ذهب إلى جنيف. فيما بعد نفسهم هدول يلي خونوا من ذهب إلى جنيف 1 وجنيف 2 اليوم هن الملتزمين بالقرارين يلي صدروا عن جنيف. للأسف الشديد نحن السوريين كشعب، كبيئة سورية، بغض النظر عرب ولا أكراد، أحد المعلقين قال العرب عرب والأكراد أكراد، نسيت اسمه. طيب نحن أنا معك سيدي المتابع، العرب عرب والأكراد أكراد، بس نحن أبناء دولة واحدة، نحن أصحاب تاريخ واحد ومستقبل واحد. يعني اليوم لما بدها تخرب سوريا ما رح تخرب على العربي وتصلح على الكردي، ولا رح تخرب على الكردي وتصلح على العربي. سوريا هي مستقبل واحد لجميع أبنائها، شئنا أم أبينا. نحن أبناء هاي الأرض وأبناء هاي البلد، ولا يستطيع أحد أن ينزعنا منها وينزع محبتها من قلبنا وينزع انتمائنا لها. اليوم أنا اللي عم بشوفه بالوسط السوري للأسف، نحن طوال 10 سنوات كانت شغلتنا نخون ببعض، كانت شغلتنا نضرب ببعض،
كانت شغلتنا نقوض أي عملية ديمقراطية عم بتصير لحتى تحل أزمتنا اللي حضرتكم عم تسموها أزمة، أنا بسميها ثورة. خليني أقول تحلها المعضلة السورية. للأسف الشديد كمان بيزيد الطين بلة إنه دخول القوى الخارجية على الحرب السورية اللي صارت حرب فيما بعد كانت كتير سيئة، كتير سيئة بالمعنى الحرفي للكلمة. عفوا سيدي، الكردي نعم، بجوز أنا طلعت معي كرد بدون قصد. أنا حتى عندما أكتب بتتابعوني أنا بكتب الكرد بالواو. المهم، فيلي عم بيصير إنه نحن عم ننشغل ببعض. الدكتور بلال غازي القرعان هو دكتور أستاذ جامعي بجامعة أردني الوهاشمي الأصيل، يحييكم ويصحح المعلومات. تحياتي. لا أنا اللي بيتابعني بيعرف أنا أكتب الكرد بالواو. المشكلة هون إنه نحن خلال 10 سنوات للأسف الشديد كنا عم نقوض أي عملية ديمقراطية عم بتصير، كنا عم نخون ببعض. أنا الشيء اللي شفته خلال 10 سنوات الماضيين من ضرب للسوريين ببعضهم ما شفته بأي ثورة أخرى، لا بالليبية ولا بالسودانية ولا بالموزمبيقية ولا بليبيا ولا ما شفت. نحن دائما لما بيطلع في شخص على وشه شوية ضوء سياسيا بتبلش الحرب عليه من الآخرين. ليه؟ ما عم ينعطى فرصة، يعني حتى فرصة الفشل ما عم تنعطى للأشخاص. يعني أنا من الناس اللي بقول حتى الفاشل أعطوه فرصته لحتى يفشل ويسقط لوحده، بس على الأقل نساعده لنشوف شو رح يقدم. نحن للأسف الشديد لليوم تخوين بتخوين، حكي من فوق الأساطيح، تقويض لأي عملية ديمقراطية عم بتصير، ومصالح، فقط مصالح. بتلاقي مثلا الموالين لدولة تركيا سواء كانوا صحفيين أو غير صحفيين خط أحمر تركيا عندهم. يعني هناك من، ما بدي أقول يشبح، من يدافع عن الرئيس التركي، يعني بنفس الطريقة اللي كانوا يدافعوا فيها على بشار. يعني بالسلاح التركي والعلم التركي الابن السوري صار يقتل أخيه في عفرين ورأس العين وتل أبيض، أخيه وشريكه بالوطن. للأسف الشديد بعض السوريين، للأسف الشديد بعض الفصائل أعادت العلم التركي إلى سوريا بعد أن دفع السوريين بال 1916 دماء كثيرة كي يتخلصوا من هذا العلم على الأرض. نحن أجينا رجعنا هذا العلم على سوريا بكل بساطة. لذلك استاذ مثلا وقت نحن انت تقولين انه هي حكي سياسه، لا، الاعلام هو يعني من احد نماذجه انه يكون كالمرآة، يعني انعكاس الواقع. الإعلام باختصار، الإعلام الحر يحتاج إلى منبر حر. أعطيني منبر حر لحتى ينتج إعلام حر وقائد رأي حقيقي وقائد ثورة. لماذا لا نصنع منبرا لنا كإعلاميين؟ أنا جاهزة، يلا تفضلوا افتحوا منبر. بدك تمويل، بدك ناس تمول، بدك جهات ترعى، بدك إعلاميين. احد غايات برنامجنا حواراتنا طبعا هو الحوار الثقافي الوطني السوري بشكل عام، وتحديدا الكردي العربي. يعني هناك الكثير من ضيوف في هذا البرنامج من الشخصيات التي نحترمها السياسيه والثقافيه قالت انه كان هناك بعد شاسع بين الكرد والعرب. فاحد اهداف برنامجنا هو تنميه العلاقات او تعريف وتنميه العلاقات بين المكونات السوريه كلها، وخاصه العرب والكرد، يعني وبين من الناحيه السياسيه والثقافيه. استاذ عمر، نعود اليك. الاعلام مرآة تعكس الواقع. نعم. وواقعنا للاسف استاذ مثلا، وانت ايدتها، تسمونها الثوره، وكلنا نتمنى ودفعنا اثمان غاليه لنكون فعلا ثوريين، ولكن الثوره ماتت بعد 6 أشهر منذ انطلاقتها، بعد تسلق قيادتها الاخوان المسلمون، خلينا نكون واقعيين، واولادهم وابنائهم وفراخهم من المنظمات التكفيريه، وسمي وكما وحينما كان اسم المجلس الوطني السوري، وفيما بعد الائتلاف السوري الذي لحد الان يرفض وجودي كقوميه ثانيه في البلد، حينما يتمسك باسم الجمهوريه العربيه السوريه. اين دوركم كصحفيين واعلاميين كرد من هذه
آلام سوريا ككل، وتحديدا آلام الشعب الكردي في سوريا؟ يعني إن استمرينا في الزمن، هل هذه ثورة أم لا؟ هل هذه ثورة أم أزمة أم مشكلة أم قضية أم موضوع؟ يعني بالفعل سأكتمل البرنامج في هذا السياق، وأنا أيضا مع الزميلة مزن أن نخرج إلى واقع الإعلامي بصورة أكثر وضوحا. فيما يخص الإعلام، الواقع مرآة للواقع أستاذ عمر. نعم. أحد نماذج نعم. فلذلك عم ننقل لكم إعلام لكي شعبنا يستفيد، يعني ننقل لكم ما يقوله شعبنا. نعم. فحقيقة يعني فلنقول أن الثورة كما اتفقنا بداية أنها خرجت من مسارها حينما استطاع ونجح النظام في تسليح الثورة وفي إخراج بعض السجناء الإسلاميين التكفيريين الإرهابيين وإطلاقهم في مناطق معينة، ومن هؤلاء شكلوا تجمعات وأسماء ثورية وتشكيلات عسكرية. وعندما تحولت الثورة من ناحية الثورة السلمية إلى ثورة عسكرية، والنظام نجح في ذلك واستطاع أن يوجه بعض مأجوريه إلى ذلك، يعني الأمور كلها اختلفت. وإلى هذه اللحظة طبعا نحن كإعلاميين سوريين بصورة عامة وككرد كعرب جميع المكونات السورية مطلوب منا يعني أن نعيد الثقة بالسوريين، كي يعني أن نقول لهم أن هذه الثورة ستنجح. طبعا هذا الكلام ليس بالشكل العاطفي نقوله، إنما نقول أن ستنجح طبعا بتعاضد السوريين جميعا. وكما قلت أخ سليمان، يعني في كل ثورة هناك ثورات أيضا داعمة ومتوالدة. السوريون يحتاجون على كل الصعود وعلى الصعيد الإعلامي أيضا يحتاجون إلى ثورة جديدة تكون عبارة عن ثورة على هذه الثورة التي خرجت من مسارها. فللإعلام دور كبير. الإعلام الكردي حاليا، الإعلاميون الكرد يقومون بدورهم، ولكن الإمكانيات بالمحصلة، الإعلاميين الذين يكتبون بتقنية وبمهنية عالية الآن يعني بصراحة هم كما قالت الزميلة مزن في البداية يعني محاربون حتى في لقمة عيشهم، لا يجدون المنابر التي نعم. أستاذ عمر، الإعلاميين الكرد بحاجة إلى ثورة للتخلص من سيطرة من هيمنتكم كحزبيين. يعني أعتقد أن على الإعلاميين الكرد ألا ينتظروا الأحزاب ماذا ستقدم لهم أو ماذا ستعطي أو ما هي البرامج التي ممكن أن تعمل عليها. أتصور أن الإعلاميين الكرد يستطيعون أن ينجزوا شيئا مهما لهم ولشعبهم في المرحلة القادمة عبر تجمعات نقابية، عبر اتحادات، عبر روابط بإمكانهم أن يفعلوا ذلك. ولكن كل هذه الأمور بحاجة الأحزاب، عفوا، عبر التحرر من هيمنة الأحزاب. يعني لماذا نرى أن الأحزاب هي الأساس في فرملة الانطلاقة الإعلامية للإعلاميين الكرد؟ يعني لماذا هذا التحذر وهذا التخوف من الأحزاب وكأنها بعبع وجاي أنه بدها تبلع الإعلامي والصحفي وتمشي؟ القضية مو هيك صديقي. يعني الإعلامي أي حزب طبعا، أي حزب له برنامج معين، له سيستم معين، على هذا السيستم يمشي. عنده مكتب إعلام مركزي يشتغل عليها، عنده جرائد، عنده جريدة تبعه، الناطق الإعلامي تبعه، عنده كذا راديو، تلفزيون، على هواء. فالموضوع انه يعني بامكان الاعلامي الكردي ان ينجح ويثبت جدارته حقيقة، بعيدا عن القضايا التي نراها كانها يعني وحشا وجاي بدها تفترسه. يعني مو القضية مو بهالصيغة هاي. يعني بامكان
يعني فلنقل، وهذه حقيقة، أن الأحزاب كان لها دور كبير في نشر الوعي القومي عبر وسائل إعلامية على ضعفها. تمام، أوافقك في هنا زمن ما. نقطة جدا مهمة، أوافقك تماما، ولكن إذا لم تكن معي فأنت ضدي. هذا ما ورثناه كمان كإعلاميين من الأحزاب يعني. فإذا لم تكن معي فأنت ضدي كإعلاميين، سواء سوريين عامة يعني، سواء كردا أو عربا. في مثلا يعني هذه الحالة دليل أنه حتى بالآلام سوريين مشتركين يعني. ما يعانيه الكردي نفس ما يعانيه العربي. فلماذا يعني إذا أنت لم تكن معي فأنت ضدي؟ هذه الثقافة متى سنتخلص منها؟ يعني للأسف الشديد هي الثقافة اليوم عمرها 50 عام. يعني منذ أن تولى حافظ الأسد رئاسة سوريا بالحركة المشؤومة اللي سماها تصحيحية، بالانقلاب المشؤوم تبعه، فكانت الصحافة سميت صحافة تنموية أو صحافة ثورية تنموية بذاك الوقت. فكان الصحفي الحزبي هو الأحرار، الحزبي يصير صحفي يعني. فما كان في أبدا تركيز على مهنية الإعلام، ما كان في أبدا تركيز على مهنية الصحفي. لهيك بنلاقي إنه اللي أسس الصحافة السورية بسوريا سواء كرد أو عرب كان من منطلق حزبي. يعني الحزبي بالتطور الوظيفي. يعني كان عندنا نحن مثلا رئيس قسم كان يتفاخر بأنه هو أول من أخذ الشهادة الثانوية بضيعته، وأول من أصبح عضو عامل بالحزب بضيعته، فجابوه حطوه بجريدة الثورة وصار رئيس قسم وتطور بالمهنة يعني مثل أي موظف، تطور بالسلم الوظيفي. في حين أنه الصحفي لا يمكن أن يكون موظف. عقلية الصحفي تختلف كليا عن عقلية الموظف. الصحفي ما عنده وقت لدوامه، ما عنده وقت بدكم بتعرفوا يعني انت مشغول بمادتك الصحفيه 24 ساعه، ما عندك وقت، انتهى العمل يعني انتهى تفكيرك بمادتك الصحفيه او بعملك او بمهنتك. يلي كان انه دائما كان نقطة مهمة ذكرتيها جدا جدا. الإعلامي هو الشخص، الإعلامي والصحفي أقصد يعني. حينما نقول الصحفي، طبعا هنا كثيرين يسألون ما الفرق بين الصحفي والإعلامي. الصحفي يعني كالفرق بين الطبيب المختص وطبيب العمل. الإعلامي هو صحفي، والصحفي ليس بالضرورة أن يكون إعلاميا. وليد معماري كان استاذنا كلياتنا واستاذ الصحافه العربي، ولكن لم يكن اعلاميا يعني. كان صحفي ولم يكن اعلاميا. نعم، الاعلامي هو الذي عمل في الاعلام المتلفز والمقروء والمسموع وتنقل بين الخبر والزاويه ومقال الراي الصحفي هو الصحافه المكتوبه. فنعود الى بالصحافه المكتوبه. كان دائما الصحفي بالصحافه المكتوبه مسقوف بوضعه الحزبي دائما إلى حد 2000 يلي نحن تأملنا فيها خيرا بوصول بشار الأسد للسلطة، رغم رفضنا للتوريث، ولكن تأملنا خيرا فصار ربيع دمشق، صرنا نقدر شوي نكتب وكذا، ولكن بالنهاية كانت القبضة الأمنية أكبر من قبضة الأب، وأدت الضغوطات الكثيرة اللي صارت فيما بعد أدت لانفجار الشعب السوري. كانت المصيدة أو الطعم الذي اعتقل غالبية من ربيع دمشق كان هو بمثابة تعويم الزيت، بقع الزيت فوق الماء ليتم قش هاي البقاع بشكل سهل. فعطونا يعني عطونا الطعم، وللأسف الشعب السوري ابتلع هيدا الطعم. فكان في فيما بعد كان في سجون، وساءت الأمور كما تعرفونها أنتم، ساءت الأمور فيما بعد حتى أدت لانفجار الثورة السورية. الثورة السورية، هل يا أستاذة مزن الصحفية اللي يمكن من الجيل الأول التي درست في قسم الصحافة وكلية الصحافة على ما أعتقد؟ لا، مو من الجيل الأول، درسوا ب 86 هن الأول، هن الجيل الأول. ايه أول سنة كان 86. أقصد الكلية. لا أنا نحن مو من الكلية، نحن من قسم الصحافة جامعة دمشق اللي تابع لكلية الآداب. بعدينا بسنوات صارت كلية الإعلام. صح. أستاذ عمر، نعود لك لكي لا يفهم المشاهد أنه نحن نحارب الأحزاب، أو إنما لحد الآن نحن بحاجة إلى فهم لثقافة النقد. حينما الصحافة تنقد
فحينما انقد الاستاذ عمر بانه قميصك غير مناسب لبنطالك، فهذا لاني احبه واحترمه، اريد ان اراه باكبر اناقه ممكن، ان يكون انيقا دائما، ولكن يفهم النقد بانه تجريح. لماذا الصحافه السوريه الشرقيه عامه وتحديدا السوريه بشقيها العربي والكردي لحد الان يرعبون من كلمه النقد؟ حينما اريد ان انتقد حزبك او جمعيتك او منظمتك الثقافيه والسياسيه تعتبر كاني عم بجرحك. ليش؟ لماذا لا نميز، لا نستطيع ان نؤكد لشعبنا ان هناك فرق بين النقد والتجريح؟ نعم. سؤال جيد من صديق العزيز سليمان. بصراحة يعني نحن نحتاج إلى هذه الثقافة، ثقافة تقبل الآخر، تقبل الرأي الآخر. يعني نحن يعني هكذا تربينا على أن من ينتقدنا فهو يعمل بالضد منا، وهذا الكلام ليس صحيحا طبعا. يعني انا اقترح مثلا، او دائما يعني طبعا انا اعمل في الحقل الصحافي الكرديه الحزبيه منذ اواسط الثمانينات القرن الماضي الى الان يعني. فدائما كان في عندنا فكره انه مثلا في مجله اجراس، كنا نطلع مجله اجراس ب 1994 الى 2002، كان في عندنا ملف ثابت في كل عدد اسمه الحوار الكردي العربي. اصدرنا ملفات هامه في هذا المجال. طبعا على مستوى الصحف مثلا كنت دائما هيك من الشباب اللي هيك متحمسين انه نعمل صفحه هيك بالجريد تبعنا، بالمشهور تبعنا، اسمه زاويه حره او راي حر. فيعني نحن بحاجه الى هذه الثقافه، ثقافه تقبل الاخر. ليس سهله، يعني تحتاج الى معرفه ووعي وثقافه على مستوى عالي. نحن بصراحه كسوريين بهذا الشكل او اخر نفتقد الى هذه الميزه التي طبعا تساهم في تطويرنا على كل المستويات والمناحي. ف من المفروض انا كحزبي عندما تكتب مقاله في جريدتي، حتى وان كانت هذه المقاله تتعارض مع بعض الافكار التي لا اؤمن بها او لا انتمي اليها، فانا اكتب ان هذه المقاله تعبر عن راي الكاتب وهو المسؤول عنها في زاويه، واتحرر من هذه المساله. هناك يعني الان الوضع بتصوري افضل. مثلا نحن على سبيل المثال مثلا في صحيفه كردستان ننشر مقالات بصراحه كثيره لا تتناغم مع ما نؤمن به على المستوى الحزبي، فلنقل الضيق، وننجح. يعني نحاول ان ننجح في هذا المجال، ولكن الاطار العام للاعلام السوري عامه لا يتقبل الراي الاخر. دائما كما تفضلت يرى الراي الاخر وكأن هناك من يعاديه او من ينصب له الفخاخ كي يوقعه، او انه مدعوم، او هناك جهه معينه توجهه كي يقوم بهذا الفعل او ذاك، او كي يوجه الاعلام الحزبي في هذا الشكل او ذاك. نعم، هذا الوضع يعني. عمر، زملائنا بالاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا يقولون نحن غير متأثرين برأي الحزبي، وهذا حقيقة يعني. وأكبر دليل هذه قناة بيتي بالكلمة، يعني نحكي بكل حرية يعني. فالسؤال يعني، وأنت نقيب صحفي وهناك اتحاد الإعلام الحر، ما بعرف الصحافة، طالما الصحافة والإعلام نواة لبناء الإنسان، فلماذا الصحفيون والإعلاميون لا يستطيعون بناء وحدتهم في إطار واحد يعني؟ نعم، هذا أيضا سؤال مهم، وسؤال مهم جدا. كما لدينا في الساحة السياسية الكردية أحزاب كثيرة وصلت إلى الرقم 100 على سبيل الاستهزاء والسخرية للأسف. يعني كل يوم يومين وكل مؤتمر بيصير فبيطلع حزب جديد بينشق عن اصحابه لاسباب اغلبها وهميه ولا معنى لها. كذلك الامر للاسف. نعم، في احزاب زوجين، زوج وزوجه، حزب وحتى باطار سياسي. نعم، للاسف هذا الامر موجود، ولهذا يعني عدد الاحزاب الكرديه في سوريا
تتناسب مع الاحزاب الموجوده في الصين انا اعتقد، او في اليابان، او في اي دوله، او في الهند حتى. يعني ما بتوقع يكون في 100 حزب بالهند يعني هيك عم يشتغلوا بالسياسه. يعني للاسف نحن يعني كل واحد بس يتزاعل مع مرته ويعمل حزب مع جديد. يعني الموضوع نرجع وهذا المحور الحلقه. الاعلام ايضا، الاعلاميون الكرد يعني يفتقرون الى هذه التلاحم، او الى هذا التلاحم الذي من المفترض ان يكون فيما يخص الجهود الكبيره ولكنها مبعثره في نقابه صحفي كردستان سوريا، وفي الاتحاد العام للصحفيين الكرد، في الاتحاد روابط عديده كما تفضلت اعلام الحر. و هذه التنظيمات فلنقل النقابيه والروابط او الاتحادات بصراحه بهذا الشكل المتشعب والاسماء الكبيره حقيقه لا تخدم الصحافه والاعلام الكردي في هذا الزمن الصعب. نحتاج كما تفضلت، نحتاج حقيقه الى ان نوحد هذه الاطر المتقاربه من بعضها. يعني الاعلاميون الكرد ايضا يعني متبعثرون بطريقه مزريه ومؤلمه حقيقه، وهذا ما نراه في التعدد الاسماء كما تفضلت، ومعظمها يعني بامكاننا ان نعمل اطارين فلنقل. هناك حوالي 10 اطارات اعلاميه في سوريا على مستوى كرد سوريا. استاذ مازن، انت يعني فعلا وحقيقه اعلاميه جريئه وصاحبه وحتى ناشطه سياسيه جريئه جدا. يعني غالبيه السياسيين السوريين، ويؤسفني القول ان اقول انهم العرب، حينما نقول بناء سوريا ديمقراطيه تعدديه فيدراليه علمانيه يوافقون على كل شيء ويرفضون الفيدراليه. يا ريت كونك شكرا لك على هالسؤال، لانه اجاني على الواتساب من لما قلت انه هل انت اذا مع الانفصال. للاسف الشديد في خلط كامل بين الفيدراليه والاتحاديه وبين الانفصال. يعني اليوم المانيا هي المانيا موحده، واقتصاد ثاني اقتصاد بالعالم او ثالث اقتصاد بالعالم، وهي فيدراليه، هي اتحاديه. يعني هي عباره عن مقاطعات، وكل مقاطعه عندها برلمان وعندها سياسييها وعندها، هي فيدراليه اتحاديه. السويد عفوا سويسرا من افضل دول العالم بالحريات، ومن افضل دول العالم بالديمقراطيه وحقوق الانسان، وهي فيدراليه. في خلط بين الانفصال وبين الفيدراليه. الفيدراليه هي دوله موحده لا يمكن فصلها، أرض واحدة، ولكن هناك تنمي وحدتها الوطنية تماما، ولكن هناك نوع من استقلال ذاتي لكل مكون بحكم نفسه بإرادته الخاصة تحت أمرة المركزية. يعني هي فينا نقول لا مركزية سياسية وليس انفصال. طبعا الفيدرالية هو حماية للدولة. الفيدرالية شكل لا مركزية. نعم. يعني لا مركزية سياسية. نعم هو حماية للدولة. الفيدرالية هو حماية لوحدة الدولة ولوحدة الأراضي. وحقيقي على هذه الجرأة. يعني هي قول حقيقة، ولكن أصبحنا في زمن حينما أحدنا يذكر الحقيقة. أقول لك سيد سليمان، هو القصة وما فيها أنه للأسف الشديد ما صار في توعية بالمفاهيم السياسية بأشكال الدولة للمواطن السوري العادي حتى السياسي. يعني أنا بشوف في ناس كتير مثل ما بيخلطوا بين الإلحاد وبين العلمانية، بيخلطوا أيضا بين الفيدرالية وبين التقسيم. هذا كان الفيدرالية ليست تقسيم، والعلمانية ليست إلحاد. ببساطة العلمانية فصل الدين عن الدولة، والدولة ما لها علاقة فيك، متدين متشدد غير متشدد بس ما دخلك بالدولة، وممنوع إقامة الأحزاب السياسية داخل الدولة ومشاركتها بالحكم. وأيضا الفيدرالية ما هي تقسيم، هي وحدة كاملة للدولة، وهي حماية الدولة وحماية قوميات الدولة وحماية شعوب الدولة داخل أراضيهم التاريخية، يلي ما حدا له الحق أنه ينكر حقهم بهي الأراضي وحقهم بتقرير مصيرهم داخل الدولة بدون تقسيم بفيدرالية. نحن إذا بدنا ننهي قضية الكرد، ننهي قضية الإجحاف يلي صار بحقهم بإحصاء 63،
نحن بنعمل فيدرالية سورية، وبيكون كل شخص في أرضه، وكل شخص يبني سوريا كما يحب ويرغب، لأنه كلنا بنحب وطننا وكلنا عندنا الروح الوطنية لسوريا، ولكن كل واحد فينا بطريقته وبخلفيته. الفيدرالية هي وحدة، وهي الضامن لوحدة الأرض السورية والدفاع عن الأرض السورية كلنا كشعب واحد. تماما، أحييك. فعلا الفيدرالية هي حماية لكافة مكونات الشعب كما يقول بابي جوان، وكثيرين من الشباب يحييك والأستاذ عمر. نعم. اثنين إعلاميين، نحن الإعلاميون أليس مقصرون بإفهام الناس ما هو الفيدرالية أو ما هي الفيدرالية، ما هي العلمانية؟ كما تفضلتي هناك خلط كبير بين الإلحاد والعلمانية، بين الانفصال والفيدرالية. ألا نتحمل ذلك جزء كبير من المسؤولية؟ نعم، يعني الإعلامي بهذا الشكل أو آخر، بهذه الصورة أو أخرى، أن الإعلامي يعني يجب أن يكون حامل للمعرفة والثقافة ونشرها على مستوى محيطه على الأقل. ولكن بصراحة الوضع حاليا أستاذ سليمان مختلف تماما. يعني مثلا في الثمانينات القرن الماضي، في التسعينات القرن الماضي، كانت الأمور أو الحصول على المعلومة أو زيادة المعرفة كان عسيرا على عامة الناس أن يصلوا إليها، فالصحفي أو الإعلامي كان له دور في توعية الشعب. ولكن حاليا المواقع الإلكترونية الكثيرة والسوشيال ميديا وكل هذه الثورة التقنية العظيمة بصراحة، يعني بحيث أن المتلقي العادي في منزله باستطاعته أن يحصل على المعلومات والمعارف التي يريدها بسهولة من دون الاتكاء أو الاستناد على إعلامي أو انتظاره حتى ينور دربه أو حتى يعطيه المعلومات أو حتى يعني يكتب مقالة في هذا السياق. ولكن بالنهاية طبعا أنا لا أنكر أن بإمكاننا أن نقوم بهذه الأعمال الطيبة على مستوى المعرفي، وبتأسيس مجلة محكمة أكاديمية نشرح فيها هذه المواضيع بتفصيلية أكثر. أنا سأركز على هذه النقطة أستاذ سليمان. نركز على أنه الإعلاميون أو الساسة الكرد بالدرجة الأولى عليهم مسؤولية مضاعفة في هذا السياق. عليهم أن يظهروا لأخوتهم السوريين، للشعب السوري بعربه وباقي مكوناته وأثنياته وأروماته أن الفيدرالية أو أن المنطلقات الفيدرالية ليست بالرعب الذي يتخوفونه أو الذي يتخيلونه. وهذا يعني نحن دائما، أنا أتذكر عندما كنا في الأحزاب السياسية في دمشق، دائما يعني كان هناك تقصير مننا أننا لا نذهب إلى تجمعات ونوادي وحتى منازل المثقفين والدكاترة والأكاديميين السوريين العرب حتى نظهر لهم معاناتنا بطريقة سهلة مريحة مفهومة. ولهذا التوجس والتخوف من الموضوع الكردي من جميع النواحي، ومن ضمنها موضوع الفيدرالية كما تفضلت. هناك تخوف دائما. السوري متخوف من أن دائما في ذهنه هذه النظرة البعثية للأسف، يعني أن بس انتهى من هذه الفكرة أن الكردي هو انفصالي ويسعى إلى اقتطاع جزء غالي بين قوسين من أرض سوريا العربية الحبيبة. دائما هكذا نظرتهم للأسف. يعني في سؤال من الأستاذة نجاح هوفك بتقول: هل كان الإعلام الكردي على مستوى المسؤولية ليوصل الصوت الكردي للشارع السوري بشكل واضح، وخاصة بمطلبه في الفيدرالية بسوريا؟ نعم، سؤال الزميلة والصديقة العزيزة نجاح سؤال مهم. نعم، الإعلام الكردي كان وإلى هذه اللحظة مقصر في تسهيل المفاهيم السياسية المبسطة أو تبسيطها للمراقب أو للمهتم الشريك الآخر السوري في هذه المسألة.
نحن مصرون لم نستطع ان الاعلام الكردي والسياسي الكردي ايضا لم يستطيعوا ان يوصلوا المعارف المبسطه او ان يزيلوا هذا التوجس والتخوف من في ذهنيه او العقل الشريك الاخر السوري، سواء كان عربي او سرياني او اشوري او باقي المكونات التي تجمع السوريين بصوره عامه. ولكننا كأسرة طيب تي في والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل لسنا بمقصرين، عملنا برامج كثيرة، ندوات كثيرة، والآن عبر هذه القناة نبذل كل جهد لأجل أن نوطد العلاقة أو الحياة التشاركية بين كل المكونات السورية. جميل. يعني فعلا أنت نجمة بامتياز اليوم، وأنا سعيد جدا معك. سؤال جدا يسأله كل السوري أو يحلم به: ألم يحن وقت الراحة للسوري أو وقت ضماد للجرح السوري؟ ألم يحن الوقت 10 سنوات أقبل من الزمن؟ يعني أبناؤنا ابني اللي كان عمره سنة الآن لا يعرف شيء من سوريا. نقول أنت سوري، بيقول بابا سوريا وين؟ ألم يحن أن نعود إلى الوطن بثقافتنا، بفكرنا، بكل آلامنا؟ للأسف سؤال جارح، وسؤال يفتح الكثير من الشجون والأحزان على سوريا. آن الأوان من زمان، يعني مجرد ما قامت الثورة السورية كان المفروض يسقط الأسد، لكن للأسف الشديد كانت مصالح العالم أجمع أنه هاي الثورة توأد في سوريا وما تطلع خارجها. لهيك شفنا أنه صار في تكالب، وأسفة من الكلمة، صار في تكالب من جميع الدول المحيطة وجميع الدول الجارات لسوريا أنه تنوئد هاي الثورة ويتم قتلها وخنقها داخل سوريا بحيث أنه ما تطلع منها، لأنه كانت ثورة معدية، الحرية معدية والديمقراطية معدية ونسائم الحرية معدية. فكانوا مصرين أنه يبقى الأسد، يبقى عم بينكل بالشعب، يبقى عم بيخرب سوريا لحتى تصير سوريا يبقى الأسد أو نحرق البلد. تماما وهذا الشيء تنفذ. كانوا مصرين انه تصير سوريا هي عبره لمن اعتبر، عن جد عبره. يعني اليوم بنشوف باي اعلام عربي انه بتقبلوا باللي عم بيصير او بيصير فيكم مثل ما صار بسوريا. بعض الاخوه العرب بيقولوا انتم خربتم بلدكم. ليش خربنا بلدنا؟ لانه كنا بدنا شويه كرامه، بدنا حريه، بدنا ديمقراطيه، نرفض التوريث، لهيك خربنا بلدنا. هيدا اللي كانوا عم يسعوا له. بفترة من الفترات خرجت الأراضي السورية عن سيطرة النظام، حوالي 75% من الأراضي السورية أصبح خارج سيطرة النظام. هون بنلاقي أنه تدخلت القوى العظيمة وحمت الأسد. يعني اجت روسيا قوة احتلال أخذت من الأرض السورية قطع، أنا أعتقد وأجزم أنها صارت أرض روسية إلى الأبد. أخذت معاهدات مدتها 90 عام. هاي المعاهدات معاهدات اقتصادية بامتياز تخدم المصالح الروسية، في حين أنه حافظت. جايتك بالدور، جايهم الدور. روسيا كان عندها حلم من أيام القيصرية الروسية بأنها توصل للمياه الدافئة بالبحر الأبيض المتوسط. اليوم إجا بشار الأسد قدم لها هذا الحلم على طبق من فضة، حتى على طبق من ألماظ إذا بدك. فهي دخلت على البحر الأبيض المتوسط، أخذت قواعد فيه، أخذت قواعد عسكرية، دعمت الأسد بحيث أنه وقفت سقوطه. الأسد كان ساقط، أوقفت سقوطه. إيران كانت داخلة قبل. إيران عندها وإلى هذه الساعة هو ساقط، هو لا يحكم إلا حي المهاجرين. هو ساقط. واليوم المندوب الروسي هو الحاكم الفعلي لسوريا، والمندوب الإيراني مشترك مع المندوب الإيراني. إيران عندها غاية أخرى، هي هذا الهلال الشيعي المزعوم يلي هي بتقول عنه. فلاحظ أنه خرجت أمريكا من العراق، دخلت إيران، فأصبحت العراق جزء من إيران، جزء من الهلال الشيعي، جزء من ولاية الفقيه. إيران امتدت إلى لبنان عبر حزب الله، واليوم اجت لإيدها أنه تحط إيدها على سوريا. تركيا العدو الأزلي للعرب كلهم إذا بدك. تركيا تحلم بإعادة، مش تركيا كلها، تحية للشعب التركي، ولكن حزب التنمية أو حزب السيد رجب طيب أردوغان هو حزب يسعى إلى التوسع.
حزب يسعى إلى إعادة السلطنة العثمانية، شئنا أم أبينا، أعلن ذلك أم لم يعلن. هناك قراءة بالتاريخ الحديث، قراءة بما يفعل أردوغان. اليوم مثلا طلاب جامعة ساجنهم، اليوم اعتقل طلاب جامعة لأنهم اعترضوا على تعيين وكيل كلية أو عميد كلية لهم ينتمي إلى حزب التنمية، إلى حزب أردوغان، اعتقلوا. ولكن قسم من شعبك السوري يرفع صوره. نعم نعم نعم، هيدا تاريخ يمتد من يا آل عثمان من ترك ومن عربي، وأي شعب يساوي الترك والعرب. هاي القضية يعني للأسف الشديد متأصلة عنا نحن كعرب، كسوريين، كمسلمين. نعتقد بأنه أردوغان كونه هو رئيس مسلم رح يكون يجيب لنا زير من البير، في حين عم ننسى أو نتناسى أنه أردوغان قسم على المصحف أنه هو يحمي القانون والدولة العلمانية التركية. اليوم هو عم بيحاول انه يطلع من العلمانيه، عم بيحاول انه يلتف على العلمانيه، عم بيحاول انه يفوت على يتلاعب بقصه العاطفه الاسلاميه، العاطفه الرابطه الاسلاميه بينه وبين المسلمين العالم ومنهم السوريين. للاسف الشديد عم ينجح، او ما بعرف اذا مفهوم هذا الموضوع او ما مفهوم، ما عندي فكره، بس عم ينجح. يلي عم شوفه انه هو عم ينجح. مين اللي فتح الحدود للمتشددين؟ كيف فاتت داعش على سوريا؟ كيف فاتوا المتشددين على سوريا؟ كيف اجوا من اوروبا المتشددين والجهاديين والهيدا الشخص اللي سمي بذباح داعش، يلي هو كان القاتل الاول، جنسيته بريطاني، كيف فات على سوريا؟ كلهم اجوا عبر الطريق التركي. صح. والمخابرات التركية مخابرات قوية جدا، فما في معني سيد أردوغان إنه هن ما كانوا بيعرفوا إنه هدول جايين، بالعكس هم كانوا بيعرفوا وهن فتحوا لهم الطريق. نعم أستاذ مازن، ولكن هل ننجح نحن سوريون؟ باختصار شديد بدقيقة، هل سننجح نحن سوريون بطرد هؤلاء، بطرد أردوغان وجنوده سننجح وكل إخوانه من سننجح، بس ما بعرف إمتى. نحن سننجح. الصيرورة التاريخية أستاذ سليمان، الصيرورة التاريخية بتقول إنه ما في استبداد استمر، ويوما ما الثورة السورية ستنجح وهي على طريق النجاح، ولكن بدها إرادة السوريين الأحرار، بدها إرادة السوريين إنه يكونوا إيد واحدة، يتضامنوا، إنهم يوقفوا مع بعض وبظهر بعض مو ضد بعض، بغض النظر عن التخوين وبغض النظر عن النوايا السيئة اللي موجودة. أنا اليوم بشوف إنه اليوم أحوج ما نكون لأنه نكون يد واحدة، ولأنه وأنا أراك اليوم متفائلة. نفكر، أنا دائما متفائلة، ولا مرة كنت متشائمة، مع العلم أنه المعطيات على الأرض لا تدعو كثير للتفاؤل، ولكن أنا متفائلة. الثورة الفرنسية استمرت 200 سنة وما تزال مستمرة لليوم. اليوم نحن بالجمهورية الخامسة بفرنسا، وهناك من يقول أن الجمهورية السادسة على الطريق. نحن بعدنا ما بلشنا بسوريا بالجمهورية الأولى، وسنصل. التاريخ هيك بيقول، سنصل. أحييك، ونتمنى أن يتمتع كل سوري بهذه الروح التفاؤلية، لأنه بروح المتفائلة سنصل إلى ما نرنو إليه. أستاذ عمر، نفس السؤال لك. هل ستكون عام 2021 نهاية آلام السوريين ونهاية آلام الكرد تحديدا الذين ذاقوا الأمرين تاريخيا؟ يعني هل سيوقف، هل سنكون سننجح في وقف إطار الألم السوري والألم الكردي المزمن؟ نعم، بصراحة أنا متفائل كما الزميلة والصديق العزيز مازن، متفائل تماما على أن السوريون يعني يستاهلون أن تكون لهم دولة أجمل وأروع من هذه الدولة الحالية، وسيصلون يوما ما إلى مبتغاهم، رغم أن الفاتورة باهظة جدا وفاتورة قاسية جدا على الجميع. موضوع الزمن في هذا العام أتمنى أن تنتهي آلام السوريين في هذا العام 2021، ولكن إن لم تنتهي فستنتهي كما لمحت الزميلة مازن في يوم ما، أرجوه قريبا.
هل سنعيش أنا وإياك وأطفالنا؟ أعتقد أننا سنعيش أحرارا، وسنعيش ورؤوسنا مرفوعة في بلدنا في وطننا. وهؤلاء المرتزقة في عفرين أو رأس العين أو تل أبيض، هؤلاء المجرمون طريقهم إلى انتحار وإلى هزيمة. وكل من حاول أن يؤذي ويجرح ويستوحش هذه الثورة أو ثورة السوريين طبعا مآلهم إلى الهزيمة الماحقة، سواء في هذا العام أو في أعوام قادمة. ولكن التفاؤل موجود، وكما قالت مازن التاريخ يقول هكذا، وأننا يوما ما أتمناه قريبا سنعيش في سوريا حرة ديمقراطية فيدرالية، كل مكونات الشعب السوري فيها تتعايش مع بعضها، رغم أن السلم الأهلي في سوريا طبعا تعرض إلى إساءة كبرى، إلى ألم كبير، ولكن الإرادة السورية ناجحة باعتقادي. نأمل ذلك، وفعلا يعني أنا بالأصل متفائل، ولكن نما تفاؤلي أكثر حينما نرى هذه الصوت المتفائلة، لنكون فعلا نواة لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا ولبناء سوريا التي نرنو إليها جميعا. أستاذ مازن، وصلنا إلى نهاية برنامجنا. السؤال الأخير هو: هل لديك هل كنت تتمنين أن أسألك سؤالا ولم أسألك، أو كلمة أخيرة؟ لا، الحقيقة كفيت وفيت. شكرا لك وشكرا للزميل عمر وشكرا لقناتكم، وأتمنى أني كنت ضيف خفيف الظل اليوم. بتمنى كنت عسل، وإن شاء الله أنت وكل أستاذ عمر اليوم فعلا سهرة جميلة جدا. أنا شعرت فعلا مع شخصين عزيزين وفعلا إعلاميين متميزين، أنه ونكون مهنيين وحرفيين لإنارة دروب الكرامة الإنسانية والوطنية في سوريا القادمة. أستاذ عمر، نفس السؤال لك: هل كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسأله، أو كلمة أخيرة توجهها لشعبنا؟ مثل ما يعني ما خليت شيء إلا ما سألتنا. بس بكل الأحوال أنا كنت أتمنى أنه مثلا تسألني أنه هل هناك توجه أو عم تفكروا في توحيد الأطر النقابية والمهنية والاتحادية. هذا الشيء طبعا نطمح إليه ونتمنى. هي أحد الأسئلة التي سألتك. نعم، يعني انه انتم عندكم مشروع بهذا السياق، مثلا انتم عم تشتغلوا على هذا الموضوع، ولا بس انه يعني سؤالك كان عمومي؟ فنحن يعني انا طبعا يعني اوجه رساله للزملاء والزميلات في الاتحادات والنقابات والروابط الزميله، انه نساهم مع بعض في ايجاد رابطه اعلاميه على مستوى كرد سوريا تكون بالقوة والمنعة، بحيث تواجه الوضع الحالي على مستوى سوريا بشكل عام. نأمل ذلك، ونأمل أن نلتقي قريبا في سوريا الحرة الديمقراطية التعددية الفيدرالية العلمانية التي ننشدها جميعا. أستاذة مازن مرشد، نورتينا وكنت فعلا اليوم نجمة بامتياز. شكرا. عفوا. وأستاذ عمر، يعني أخ وصديق عزيز، نورتنا مرة أخرى، وإن شاء الله نلتقي قريبا في أوضاع أو وضع جميل جدا نرسمه لأبنائنا. فعلا لم إنجاز هذه الحلقة التي أتمنى أن لا تنتهي، ولكن لجمالكم، لجمال حروفكم وكلماتكم، ولكن لابد لكل شيء نهاية. ونهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أطيب التحية لكم، وانتظرونا في الخميس القادم، وسنعمل معا لبناء سوريا حرة ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية. دمتم بخير ورعاية الله.
كل الشكر.